السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عاملة النهاردة بقى الغدا وعايزة اوريكم انا عملت ايه النهاردة. زي ما انتوا شايفين كده انا عاملة رز بشعرية جميل، وعندي الفورمة دي اللي انا بعمل بيها الاكل، بتخلي شكل الرز كده حلو وبيفتح النفس على الاكل. بصي اهو بياخد شكل حلو كده بدل الغرف في الطبق كده على طول. فانت حاولي برضو، مش لازم يعني زي الكلام ده انا قلته قبل كده برضو في فيديوهات، مش لازم يكون عندك ضيوف عشان تعملي اشكال حلوة لولادك. لا، اعملي لهم الحلو كله، وكل اللي عندك حلو لازم تعمله لهم، يعني ما تبخليش عليهم بأي حاجة حلوة تعملها لهم. شكل حلو تزوقي كده الاكل عشان يفتح النفس عليه، يعرفوا ياكلوا. مش لازم يعني يتفاجئوا اما يكون في ضيف بأشكال الأكل اللي مختلفة عندك. وطبخة ايه بقى يا ام حامد؟ انا طبخة بسلة وعاملاها باللحمة. انا بحب احط اللحمة جوه في قلب الخضار، بيخلي الاكل طبعا حلو 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 حلو. يعني لما بتطبخ على شوربة غير لما بتحط اللحمة كده في قلبها. والله لو ربع كيلو لحمة بيظبط الطبيخ. يعني الناس اللي بتحب مثلا تسلق اللحمة وتطبخ على الشوربة، انا بقولك بس خدي حتة واحدة، حتة لحمة واحدة، وظبطي بيها الاكل كده وسبكي بيها الاكل هتلاقي طعمه مختلف تماما. يعني البسله طعمها تحفه تحفه تحفه. والرز والله العظيم ما اقولكوش، رغم ان انا عاملاه بميه، يعني مش هقول لكم ان انا عاملاه بشوربه ولا حاجه، بس مفلفل وجميل 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 وجميل. انا هقول لكم بقى النهارده انا عملت الاكل ازاي. وانا عامله سلطه وبشره فيها بنجر، بتخلي طعم السلطة جميل، والبنجر طبعا مفيد عشان الأنيميا. يعني حاولي تدوري على كل حاجة مفيدة دلوقتي وتعمليها. يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك بالله عليكم عشان أقدر أكمل معاكم يعني. البسلة أنا حطيت شوية زيت وشوية سمنة وبصلة كده متوسطة. والله أنا يعني هقول ايه، يعني انا كنت بكتر بصل عن كده، بس طبعا بعد البصل ما غلي والكيلو بقى ب40 جنيه، بقينا نقلل البصل على قد ما نقدر يعني. ما فيش حل الا كده، يعني بدل ما كنت بحط بصلتين بقيت بحط واحدة. يعني انا حاطة المرة دي واحدة صغيرة كمان مش كبيرة، بس هيبقى حلو بإذن الله، ان شاء الله هيعدي يعني. واللحمة هي حطيتها مع البصل، حتى الجزار جايبها لنا كلها دهن المرة دي اكترها اهو. يعني غالية ومش عايز يحط حتة حلوة كمان. اقلب بقى اللحمة في البصل كده واشوحها واديها تشويحة لحد البصل بتاعي ما يحمر سنة كده. اللحمة بتاعتي اتشوحت في البصل والبصل خد لون اهو، وحطيت فلفل اسود والطماطم. اللحمة بتاعتي استوت اهي، شايفين؟ تمام التمام. وحطيت لها بقى شوية ملح وشوية كمون وظبطت الدنيا فيها. والبسلة اهي، انا طبعا البسلة الكيلو ب30 جنيه، فعملت ايه؟ فرحت مقطعة معاها بطاطس اللي هي ب20 جنيه، وقطعت معاها جزر اللي هو ب10 جنيه. يعني سبحان الله بقت كل حاجة كده ايه، عسل عسل. بس انا بقى جبت كيلو البسلة والله فاضي فاضي فاضي. يعني الست اللي هي بتبيع قالت لي ممنوع تحط ايدك، راحت هي اللي معبيالي الكيلو ده، يعني طلع حوالي نص كيلو بسلة. فانا هعمل ايه؟ رحت حاطه عليه زي ما انتوا شايفين كده كميه البطاطس الحلوه دي وكميه الجزر الجميله دي عشان يكفي الغدا. هعمل ايه يعني؟ هجيب اكتر من كيلو بسله ب30 جنيه؟ ايه، هجيب مثلا كيلو ونص ب45؟ فربنا يرحمنا. مالها؟ احنا مش عارفين احنا طبخين بسله ولا طبخين جزر ولا طبخين بطاطس، مش مشكله، مش مشكله. بس البسله باينه اهي اهو. وادي طبق البسلة الجميل بتاعنا بتاع النهاردة. وهعمل بقى الرز بالشعرية وايه، والحمد لله. انا حمرت الشعرية اهو، ونزلت عليها بالرز وشوية ملح، وكنت مسخنة مية
بس انا مش عارفه اقلب لان انا ماسكه التليفون بايدي وبقلب بالايد التانية، حتى الحله معوجه اهي مش عارفه اظبط قوي يعني. ده تقليبه كده لحد الرز كده ما يتشرب كده ويعمل صوت خروشه كده، اروح نازله بالميه. حطيت الملح زي ما قلت لكم اهو، قلبت وهنزل بالميه السخنه، او اذا كان عندك شوربه خير وبركه. بس هو عاوز شويه ميه كمان، يعني هزوده كمان شويه ميه، لان شويه الميه دول صغيرين، عايزين كمان كوبايه ميه، يعني المقدار ده عاوز كمان كوبايه. وهوطي عليه، واول ما يغلي ويتشرب بنهدي النار على اقل درجه. والرز بتاعنا استوى زي ما انتم شايفين، شكله ما شاء الله والله، حاجه مفيش بعد كده.